صيف، شمس، بحر، صوت الموج. كلنا أول ما بنسمع كلمة مصيف بنتخيل الراحة والانبساط والهروب من دوشة الحياة. لكن هو مين قال إن المصيف لازم يكون تعب وشيل وحط وغسيل هدوم من أول يوم لآخر يوم؟ هو مين قال إننا نرجع من مصيف أكتر إرهاقا من قبل ما نسافر؟ تعالوا نكون صريحين، أغلب الشقق اللي بنأجرها في المصايف حالتها تصعب على الكافر. الفرش مش نظيف، المطبخ محتاج صيانة، والدش بيشتغل ساعة ويقف ساعتين. وفجأة بدل ما احنا جايين نتبسط بنلاقي نفسنا قاعدين نغسل اطباق وننشر غسيل ونحارب في النمل والبعوض. يعني بدل رحلة استجمام بقت مخيم أعمال شقة. المصيف مش يعني نصحى من الفجر وننزل البحر ونفضل فيه لحد المغرب. ده مش بس مرهق، ده مؤذي للجسم والبشرة. أشعة الشمس بعد الساعة 9 صباحا بتبقى قوية جدا، وده سبب رئيسي لضربات الشمس والاسمرار الشديد والإرهاق. المصيف الصح إنك تستمتع بالبحر في أوقات آمنة، وبعدها تروح تقعد في مكان مريح، تشرب عصير، تاكل آيس كريم، أو حتى تقرأ كتاب وانت سامع صوت الموج. المصيف الحقيقي بيحقق الهدف منه هو اللي بتقضي فيه وقتك في راحة واستجمام من غير ما تشيل هم الغسيل أو الطبخ أو نظافة المكان. وده مش هيتحقق غير لو بتروح فندق أو منتجع فيه كل الخدمات: أكل جاهز ومتنوع، تنظيف الغرف يوميا، أماكن مريحة وآمنة للأطفال، وطاقم شغله الأساسي يخليك تتبسط. وطبعا ده بيكلف وده طبيعي، لكن بدل ما نروح أسبوعين تعب نوفر ونحوش طول السنة ونروح يومين أو 3 أيام في راحة كاملة. المصيف مش سباق مين يقعد أكتر ولا مين ينزل البحر من الفجر لحد الليل. المصيف الحقيقي هو اللي ترجع منه وانت مرتاح، بشرتك مش محروقة، جسمك مش منهك، ونفسيتك أحسن. خليك فاكر، الهدف هو الراحة، مش جمع تعب فوق التعب. وفي الآخر، هو مين قال إن المصيف لازم يبقى تعب؟ هو مين قال إن إحنا لازم نمشي على نفس الوصفة اللي ورثناها؟ جربوا تعيشوا بطريقتكم، جربوا تكسروا النمط، يمكن تكتشفوا إن السعادة أبسط بكتير مما إحنا متخيلين. وابقوا اسألوا نفسكم دايما، هو مين قال؟